عيش. هذا الكلام يعني المنظمات الدولية بشكل رئيسي. يعني أنت لا يمكن أن تذهب بهذا إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن يتجاهل. لا يمكن أن تذهب بهذا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا تأخذ حقك. على الأقل هذه المنظمات هتدور على بدائل، وهذه البدائل متاحة وموجودة. أنا عايز أسأل حضرتك عن البدائل بعد الفاصل إذا تفضلت، لكن سؤال أخير بس سريعا جدا. وفقا لمعلومات برضو منشورة على مواقع رسمية إثيوبية للتعريف بهذا السد، إنه مصر كانت موقعة مع إثيوبيا على اتفاق أو موافقة على اختيار المواقع اللي احنا بنتكلم عليها اللي شفناها دلوقتي على الشاشة، الموقع الخاص بهذا السد ومجموعة سدود تانية في 2008. صحيح. دول ده احنا بس مش وافقنا على هذه المواقع، احنا وافقنا على هذه المواقع وقمنا بالتوقيع على خطاب للبنك الدولي لجمع التمويل لهذه المواقع. أنا سمعت الكلام ده في التقرير. أنا سمعت الكلام ده في التقرير وأريد أن أقول إن البنك الدولي كان ضليع في مبادرة حوض النيل. هو أساس مبادرة حوض النيل الحقيقة هو البنك الدولي، ولم يكن البنك الدولي في مبادرة حوض النيل يقوم بدور البنك الدولي. لم يكن أنا هعرض على حضرتك الجزء اللي احنا عرضناه، اللي هو الجزء الخاص بوثيقة التعريف، الصفحة الثانية منها، اللي هو ان احنا في سنة 2008 قمنا بإرسال خطاب موقع من خلال وزارة الاستثمار المصرية في هذا الوقت، بنطلب فيه من البنك الدولي بالنيابة عن 3 دول، عن مصر والسودان وإثيوبيا. بنطلب من البنك الدولي في الجزء الأول، طبعا مش هيبقى واضح هنا بالتفصيل بس أنا بقول النص، بنطلب من البنك الدولي المساعدة في جمع التبرعات وحشد التمويل لإقامة هذه المشروعات. ما هو أخشى أن تكون إقامة هذه المشروعات، يعني احنا كنا موافقين. أيوه، ما أنا فاهم. وفعلا في من خلال مبادرة حوض النيل كان في موافقة 100%. والدليل على ذلك إن أنا بقول إنه أوكل مهمة الدراسات بتاعة السدود الأربعة مع بعض إلى أحد المكاتب الاستشارية الكندية. أنا متأكد من هذا. وكان في هذه اللجنة أساتذة مصريين وأعرف أسامي البعض منهم. نعم. يعني كان الموضوع تحت الدراسة. هو المفاجئ زي قصة تحويل قناة التحويل بتاعة النيل الأزرق. المفاجئ إن إثيوبيا لم تنتظر إلى أن تصل نتائج من هذه الأجهزة الاستشارية وبادرت بالبدء في المشروع. على اعتبار انك اديت موافقه ومكتوبه. ما هو وكمان نفس البدء في المشروع بدء برضو يعني يحتاج الى تفكير عميق، لان هم اوكلوا هذه العمليه بالامر المباشر للشركه بتاع ساليني كونستراكتوري. أيوه. وهي شركه ايطاليه مغموره. هذه الاعمال الكبيره، هم كاتبين ان هم على موقعهم كاتبين ان هم اشتغلوا في 20 سد مماثل في جميع انحاء العالم. ما يشتغلوا في لتوليد الكهرباء. 20 سد دول في حد سد منهم ارتفاعه 150 متر. هو ده السؤال اللي عرفناه من الميديا العالميه، ان هذه السد مش شركه صغيره، ثم ان هذه المشروعات الكبرى لا يمكن ان تسند بالامر المباشر. بعد الفاصل اذا تفضلت يا دكتور، ايه اللي من الممكن لمصر انها تعمله؟ اثيوبيا برضو على المستوى الرسمي والمستوى الصحفي والاعلامي قالت تخلوا عن عظمتكم التي تتصوروها عن نفسكم وتعاملوا معنا على انه هذا سد امر واقع. بعد الفاصل مصر تتعامل ازاي مع هذا الامر الواقع في الموضوع؟